عايزه تعملي صينيه فراخ في الفرن ريحتها تجيب لاخر الدنيا، وكمان من غير تتبيلات كتير ومن غير ما تحطيها في التلاجة بالساعتين، هخليكي تعمليها في نص ساعه بس، وهتطلع اجمل وانجح من اللي بنشتريها مشويه من بره كمان. يلا بينا نشوف التتبيله عامله ازاي. في الخلاط بتاعي حطيت بصلايه كبيره مقطعه وعليها 3 طماطميات مقطعين قطع صغيره، وهنحط فوق الطماطم والبصل فصين توم مبشورين، وكمان قرنين فلفل مقطعين كده نشيل منهم البذر كويس. وفوق الخلطة دي نعصر نص ليمونة، وكمان نحط نص كوباية لبن أو نص كوباية زبادي أو نص كوباية ميكس زي ما أنا عملت. وبعد كده نحط التوابل بتاعتنا بقى، نحط معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح كبيرة، مكعب مرق، معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة زنجبيل كبيرة، وكمان ربع كوبايه من الزيت. واحط بقى على الخليط ده كوبايه ميه. كميه الميه اللي بتحطيها انت بتتحكمي في كميه الصوص اللي انت عايزاه فوق الفراخ. انا علشان عملت الصينيه بتاعتي حطيت تحتها بطاطس وبصل، علشان تعملي جنبها شويه رز ابيض شويه مكرونه بيضه، هتبقى عندك الصينيه فيها صوص وحلوه جدا جدا. مش عايزه عليها صوص خالص، حطي بس ربع كوبايه ميه وهتبقى خطيره. مننساش بقى رشه جوز الطيب كده اللي بتخلي التتبيله في حته تانية. انا حطيت حوالي كوبايه كوبايه ونص ميه، علشان انا عايزه صوص كتير كده فوق الفراخ بتاعتي. وبتتبليها وبتحطيها في الفرن على طول، ما بتحطيهاش في التلاجة، ما بتستنيش على التتبيله ساعه ساعتين، لا خالص، انت تبليها وحطيها في الفرن بتاعك. بتاخد حوالي ساعه الا ربع، الفراخ بتاعتك بتستوي كويس قوي. وكمان لو هتعمليها زي ما انا عاملاها كده بالبطاطس والبصل، تبقى وجبه مغذيه ومتكامله في كل حاجه. يعني انت مش محتاجه جنبها غير شويه رز وبس. وبعد كده اجيب الصينيه بتاعتي، حطيت فيها بقى بطاطس بصل فلفل، ممكن تحطي كوسه تحطي جزر، الخلطه اللي تحبيها، كل الخلطه اللي انت شايفاها دي، الخضار ده هياخد من طعم التتبيله وهيبقى طعمه احلى من التتبيله كمان. حطيت عليه شويه من التتبيله من الخلاط على طول. انا حطيت بس ربع كوبايه زيت في الخلطه دي. مش عايزه تحطي زيت خالص وتخليها دايت كده، ما تحطيش. وبعد ما خلصت حطيت عليها من فوق شويه زبده. مسكت بقى شويه خلطه وحطيتهم فوق الفراخ بتاعتي، وحاولت اشربهم كده تحت الجلد. ومقطعه الفراخ وحشيتها كويس قوي بالخلطه دي. بعد كده رحت محطاها فوق الصينيه. وطبعا قبل ما احط ده شربت الخضار تحت كويس قوي الخلطه الجميله دي. وحطيت الباقي فوق على الوش، وحطيت كمان حوالي ربع كوبايه ميه، لان انا عايزه الصوص فيها كتير قوي. بس كده، وحطيتها في الفرن بقى. ادي معلقتين الزبده اللي حطيتهم على وشها علشان يدوها لون بس مش اكتر. مش عايزه تحط الزبده، خلاص براحتك. بصي هنا بعد مرور حوالي ساعه الا ربع من الفرن، خطيره. الصوص اللي تحتها ده بيتاكل اطعم واحلى من الفراخ كمان. طلعت مشويه، طعمها حلو جدا وريحتها حلوه جدا جدا. الخضار اللي تحت مستوي قوي، البصل والبطاطس واخدين من التتبيله بتاعه الفراخ. جربيها كده بنفس الطريقه دي وهتعتمديها في سفرتك دايما. ولو وصلت لحد هنا متنسيش باللايك والاشتراك في الفيديو علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.